اليوم غدانا مرق سمك زبيدي، ومسوين بعد ما شاء الله سيباس مشوي. الزبيدي هم نفس الشي راح اسويه مرق، ومعاكم خطوة بخطوة، بس راح اقصه بالنص عشان اقلي. وبعد ما اقلي اراويكم شلون اسوي مرق السمك. وبعد الحين انا راح اقلي السمك نص قلية على نار عالية. بس شوف لما اي احط سمك الزبيدي نحطه من هذا الجنب صوب اللي مفتوح صوب الظهر، واضغط عليه. اذا تخافون من الحرارة ضغطوا بالقفشة، لان هذا الجزء ينبرم عندي يلتوي لفوق، فاذا سويته بهالطريقة يظل سيده ما يأذيني. سهل قلايها مو صعب. شو قلبته على الجنب الثاني. انا ما بينقلي وايد لانه راح يكمل استواءه بالمرق. انا هني استخدمت دهن قلي السمك يعطي لذاذة حلوة. انزل البصل، بصل راهي لان انا عندي ما شاء الله 4 زبيديات. حمسنا البصل عدل، شوفوا شلون نزل. الحين نحط الثوم، معجون الثوم والزنجبيل، نحمسه دقيقتين 3. شوفوا شلون حتى دهن السمك اختفى. راح اضيف علبتين معجون الطماط، برنج حطي معجون طماط. اريد اصور وايد اشتغل. نحط معجون طماط علبتين ونحمس عدل من تطلع ريحته عدل. 3 دقايق 4 دقايق، اسهل من هذا المرق ما تلاقون. الحين حمسنا المعجون، راح احط الطماط. واحط معاه البهارات. شوفوا البهارات: لومي اسود، ملح، بهار السمك كله على قفشة صغيرة، كمون، كزبر، فلفل اسود، بابريكا، كركم نص قفشة لانه راح يعطيني لون وايد قوي. انا احب احط معاه فلفل اخضر حق الفايدة. ونحمسه عدل لين يتمخمخ. تالي انزل عليه الكزبر والشبنت. ليش تالي؟ انا ما بي يصير اسود وما بيهم نكهته تروح. اذا حمسته حيل يقلب لونه، ونفس الوقت ما ادري يعني انا طريقتي احطه عقب ما يتسبك الطماط، وارجع لكم ان شاء الله من يتسبك. الحين عندي عقب دقيقتين 3 دقائق تقريبا. شوفوا ما شاء الله ترى كله على نار عالية. بعدين احط خضرة السمك اللي هي كزبر وشبنت. انا عندي شوية بعد بالفريزر حطيته لان اللي بالجمعية شدتهم صغيرة ومو شي، فجبت بعد من عندي انا بالفريزر واحط على المرق واحمسه وخليه ينحمس عدل 3-4 دقايق. تالي اقط عليه الماي المغلي. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الحمسة، شوفوا الحوف ما شاء الله، لا اله الا الله. الريحة عجيبة. في ناس تحط تمر هندي، في ناس تحط تمرة، في ناس تحط يعني اشكال والوان. المختصر المفيد اعطيكم حق اللي يبي يطبخون البنات ويطلع طعمه حلو. بوتواتر ماما. نضيف الحين الماي الحار ونخليه ربع ساعة يطبخ. لا تخافون حطوا الماي، بعدين اقول لكم اذا صار الماي وايد شلون تعالجونه. وانا اتعمد راح احط ماي شويه زياده. شلون تعالجون الماي؟ تخلون المرقه خاثره. الحين عندي انا المرقه شوفوها. يعني اذا انتم تبون اثقل من كذي او شفتوا مرقتكم خفيفه، الله يرحمها امي علمتنا شغله قالت اذا شفتي المرقه خفيفه تحطين قفشه طحين مع شويه ماي وتصبينها. بس انا ما ابي اصبها كلها. تقول على طول عندك المرق يثقل. لا تخافون، ما راح يتغير الطعم ولا اللون، بس المرقه شنو يصير فيها؟ تصير خاثره. هذا في حال اذا
مرقتكم صارت خفيفة. الحين راح ننزل السمك. ليه نزلنا السمك؟ السمك ما في يروح. شو نخليه بعد لا تحركونه 10 دقايق ان شاء الله وتكون مرقتنا خالصة. الحين ننزل السمك بعد ما طاحت ما شاء الله لا اله الا الله. نخليه يغلي 10 دقايق وتكون مرقتنا جاهزة. ما شاء الله لا اله الا الله. هذه مرقتنا خلصت. معلومة لكم، اذا شفتوا الزيت طفح بهالطريقة كذي انفصل عن الماي، اذا الطبخة عندي استوت. بس شنو اسوي؟ انا عندي شغلة راح اسويها قبل ما اطفي الغاز. السمك لا تحركونه وايد مثل ما قلت لكم عشان لا يتكسر. هذه سمكتنا مرق سمك زبيدي. اخر شيء قبل ما اطفي الجدر شوية كزبر ادرها على المرقة واحركها بهالطريقة شكل دائري. شوفوا ماسكينها من الطرفين عشان السمك لا يتكسر. انف ماما خلاص. منه حركت السمك ومنه وزعت الكزبر. بس نخليه دقيقتين 3 دقايق وطبختنا تكون جاهزة. شوفوا السمكة مرق سمك زبيدي. علينا وعليكم بالعافية.